اهلا بيكم. النهارده بقى هنعمل احلى صينيه سمك سنجاري، وهوريكم الطريقه الصح اللي هتعملوها في البيت احسن من المطاعم واسهل، ومكوناتها بسيطه جدا. تابعوا الفيديو للاخر، ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوش اللايك والفولو والشير، واي استفسار اكتبولي في الكومنتات. تعالوا نشوف انا معايا ايه. المكونات بتاعتي: انا جبت سمك بوري ولازم يتنضف كويس جدا، والمفروض ان وزن السمكة ما يقلش يعني من 600 ل 900 جرام، لان لو اقل من كده هتنشف. عندي بعد كده المكونات بتاعتي دي اللي هعمل بيها التتبيلة. كل حاجة هتلاقوها مكتوبة في الكومنت الاولاني. معايا 5 فصوص من الثوم نزلت بيهم في الكبة، وعصير 4 ليمونات، وبعد كده معايا ربع كوباية من الزيت، وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من دبس الرمان، بيدي طعم رهيب جدا في التتبيلة دي يا جماعة. وعندي معلقتين كبار من صلصة الطماطم، ومعلقة كبيرة من المستردة، وبعد كده عندي الطماطماية المقطعة مكعبات، وكمية الكزبرة الخضراء اللي هتتحط عليهم، والبهارات ملح فلفل كمون كزبرة ناشفة. وهضرب الخلطة دي كويس جدا جدا لغاية ما تنعم معايا كويس قوي، علشان هستعملها في تتبيل السمك. وبعد كده انا هبدأ دلوقتي اني اتبل السمك بتاعي. هتبل السمكتين كويس جدا جدا، وهيدعكوا كويس قوي قوي عشان النسيج بتاع السمك يشرب التتبيلة كويس جدا. بعد كده هبدأ اني انا هحجز جزء من التتبيلة دي، هخليه على جنب، وهقول لكم بعد كده انا شايلة الجزء ده ليه، هعمل بيه ايه. هبدأ بقى بعد كده اجهز الخلطة اللي انا هحشي بيها السمك من جوه. عندي فلفل احمر واصفر واخضر، وفلفل حامي وجزر وشبت، وطرنشات بصل، وطماطمايه متقطعة مكعبات. وبعد كده هجيب الطاسة بتاعتي، هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة، عليها شوية من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش مني، وهبدأ أنزل بطرنشات البصل وهقلبها شوية لغاية ما تدبل حاجة بسيطة. وبعد كده هبدأ أنزل بالخضار بتاعي كله ويتقلب مع البصل لحد ما يدبل حاجة بسيطة برضو يعني. وعلى فكرة السمك السنجاري ممكن تستخدموا فيه أي نوع من السمك. في أسماك بحرية حلوة جدا زي الهامور والوقار والسيبس، هي بس بتبقى أغلى شوية. والسمك البوري سعره بيبقى أرحم شوية أحسن يعني، وطعمه بيبقى جميل جدا. وبعد كده نزلت بالشبت بتاعي، ونزلت بمكعبات الطماطم، وهقلب كويس. وبعد كده هنزل بالبهارات ملح فلفل كمون كزبرة، وأقلب كويس قوي قوي. وهاخد جزء من الخلطة دي، هسيب الخلطة دي على النار 15 دقيقة، وهاخد جزء منها هنزل بيه في الصينية من تحت، وهاخد الجزء اللي أنا كنت شايلاه على جنب علشان أحطه على الخلطة دي، وده هيديها طعم رهيب جدا. وبعد كده هقوم حاطة السمك بتاعي على ظهره، وهدخله فرن 220 درجة مئوية. لازم يكون الفرن سخن قوي، من على يعني من حوالي 15 ل 25 دقيقة، واحطها على الرف الأوسط. الأثناء دي بقى هكون أنا عملت الرز الصيادية بتاعي ومفلفل وجميل